القصة هذه من ليبيا. يقول أنا عندي ولد اسمه مالك، لما بلغ 24 سنة أصيب بمرض السرطان، فيقول انتقلت به إلى عدة دول من ضمنها أمريكا. فيقول للأسف كان المرض منتشر، وكان يعني يعالجونه بهالمواد الله يعافينا وياكم الكيميائية. فقالوا له احنا نبيك تروح تشتري لولدك تجهز له كفن. 4 شهور الولد متوفي خلاص، يعني حددوه بالمدة. القبور عندهم هناك بفلوس. يقول قلت خلاص اروح احجز القبر. سعر القبر $8400، فشريته ودفعت لهم $8400 وسجلوا عقد باسمي. يقول يوم جيت اطلع ولا فيه امرأة من شرق اسيا معها رجال وهلعة وتبكي. خلت عند نفس المكتب اللي انا تكلمت انا وياه، سالت الرجل ما قلت فيها، قال هذه ولدها صار عليه البارح حادث وجايه تدور قبر له ولا عندها مبلغ، فتدور شيء رخيص. فيقول قلت انا باقي على ولدي 4 أشهر. تقول ارجع عند الامريكي هذا واخذ ورقه، قلت له سجل القبر اللي انا شريته ادفنوا فيه ولدها. فقام وكتب. رجل اللي يترجم راح وعلمها، وجهت للقبله وقامت ترفع يدها وتقول باللغه البشتو. يقول انا ما ادري ايش تدعي ولا ادري ايش لغتها، ولكني عرفت انها تدعي. يوم جيت اطلع ويلحقني المترجم اللي معه، قال تدري ايش قالت؟ قلت لا والله ما ادري. طالبه منك طلب يا رب، قال انك تاخذ هالمرض اللي في ولد هالرجال تحطه في ولدي ندفنه جميع. فرحت تركتهم. يقول قعدت شهرين وانا بعد مع الولد في مراجعات او اكثر شوي. يجيني اتصال مستشفى، يقول هذا ولدي مالك؟ ابوي قال نعم. قال تعال. يقول يوم دخلت عنده في المستشفى يقول الولد مبتسم، والكونسلت او الدكاتره الفريق اللي عليه جايين. وش فيه؟ قال والله احنا دخلناه الان من الاشعه تو طالع نتائج اشعه تقول الرجال ما في شيء. سبحان الله. قلت له مو بصحيح، سووا الاشعه ثانيه. قالوا بالحاله هذه الاشعه، قال سووا ثانيه. ودخلونا الاشعه الذريه ولا ما في شيء. سووا ثالثه، قالوا تكاليف، قال ادفعها ماني متاكد. ويسوون ثالثه والرجال ما في شيء مالك. طيب ما في الا العافيه، مع انه كان من الدرجه الرابعه منتشر. قال والله يوم قالوا لي الرابعه، يقول اسجد الله شكر ما رايته الا دعاء هذيك الباكستانيه اللي دعت لي ولدي فيها الكلام هذا كله سبحانه وتعالى. واقعد 2 سنين ويتزوج مالك وهو الان ينتظر مولود. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والدكتور مات سبحان الله. اللي مقرر له انه بيموت بعد توفي الدكتور، ومالك ينتظر ومولوده خلال هاليومين هذه، وانا في سعاده ما بعدها سعاده من نجاة ولدي.